احنا اذا حللنا صح وقيمنا المرحله صح ما بضل هذا المدير الفني. السلامي مش لازم يضل كاعلام ولا كاتحاد؟ كواقع، بحكيش اعلام واتحاد. مين بده يقيم؟ مين بده يقيم؟ تقييمه آه. النتائج. زي ما اي واحد بيفهم رياضه. مش مختلف معك دكتور، قصدي احنا كاعلام او كمجالس انت بتقدر او تقيم كرياضيين ماشي، ولا بالأرقام. الاتحاد اللي يقيم ماشي. احنا بنحكي ما عندنا صاحب مشكله. القرار المفروض يقيم. اه يعني انا وانت بنقيم وبنحكي وبنكتب، بس هلا احنا اصحاب هو قرار. الاخير قرار الاتحاد قرار الاتحاد 100%. هلا بده يجي يقيم الاتحاد، لو اي ناس قيم منطقيا بروح السلامه. وانا هذا الحكي حكيته والناس هاجمتني من اول يوم اجى. ومباراة امبارح اثبتت انه غير كفؤ. انا لما كتبت بداية قلت المنتخب الاردني عنده 4-5 لاعبين يصنعوا الفارق، وهذا غير موجود في منتخب بالعالم. بالعالم ما بتلاقي 4-5 لاعبين بيصنعوا الفارق، تلاقي 1-2 ممكن، اما 5 يكونوا بمنتخب واحد. بعدين نطلع على مباراة امبارح، كم هجمة بنينا؟ هي كباتن بجوز ولا هجمة، كلها كرات طويلة. طب أساس كرة القدم صار يعني في فرق روحت حراس المرمى الممتازين لأنه بيعرفش يلعب بيجروا، روحوا حراس مرمى عالميين لأنه بيعرفش يلعب بيجروا، وهلا صارت حارس المرمى هو أول ما بياخذ الهجمة. بعدين هل شاهدنا كرة قدم بتحس إنها منظمة؟ بتحس إنها مخططة؟ لا، من أول مباراة له. والنتائج هي الأساس. لما نيجي نقيم النتائج، عمين فزنا عمين خسرنا كيف وصلنا، ما وصلنا بقوة فنية. لو كنا بمجموعة اليابان ومعنا إيران ومعنا كوريا ومعنا كذا وتأهلنا بنحكي والله هذا المدرب ما شاء الله مع فرق قوية وعمل. أما إحنا الفرق القوية كلها تعادلنا وخسرها معنا وخسرنا، وآخر فريقين بالمجموعة هم اللي فزنا عليهم. آخر فريقين هم اللي فزنا عليهم، الباقي لا. هلا هذا تقييم نظري، لكن في تقييم عملي وعلمي، وبيستطيعوا يجيبوا بلاش هم يقيموا. يعني ممكن اي مؤسسه عالميه تحضر من تبعون التقييم، تحضر هالمباريات وتحليل الاداء، تحضر هالمباريات وتقيم وتحلل وتبعت. بس معلش، احنا عندنا بالاردن يا اخوان قد يصلح المدرب لبيئه محليه، لفكر محلي، لتنافس محلي عربي واردني، لكن العالم برا تغير، تطور، كره القدم تطورت. الناجح بالاردن او الناجح عربيا صعب ينجح عالميا، لانه كره القدم هناك تركض، متطلباتها اكثر وتطوراتها وبيئتها غير مختلفة. يعني انت لازم تجيب مدرب، انا وجهة نظري، يكون درب في كأس العالم، عرف كيف يلعب مع فرق قوية فرق ضعيفة، كيف يعرف يجمع نقاطه، شو بده من هاي المباراة شو بده من هاي المباراة. اما احنا لو طلع المدرب الحالي اللي فقط فاز على الفرق الضعيفة بالمجموعة، كيف لما يلعب مع البرازيل هذا؟ يعني لازم تجيب ناس عنده خبرة عالمية ومتطور وابن